يلا كده بقى بينا حبايبي نخش في الوصفه بتاعتنا على طول، ونقول المقادير بتاعتنا الاول على طول سريعا. معلقه خل، معايا نص كوبايه زيت، معايا كوبايه الا ربع سكر، معايا 4 بيضات، معايا نص كيلو من كوبايتين ونص من الدقيق، معايا كوبايه وربع معياريه. كل الحاجات دي انا معيراها بالكوبايات المعياريه، يعني انت لو ما عندكش الكوبايات المعياريه هتشتغلي بالمج اللي بتشتغلي بيه، تشتغلي بيه كل الحاجات اللي هتشتغلي بيه هي حاجه واحده خلاص. ومعايا كوبايه وربع من عصير البرتقال. طبعا عصير البرتقال ده عصير انا عصراه في المعصره، ما هوش بيور، ما عليهوش اي ولا نقطه ميه. ومعايا هنا ورقه بيكنج باودر وورقه فانيليا، ومعايا ذره ملح، ومعايا ربع معلقه بيكنج صودا. تمام. طيب لو البيكنج باودر عندك اللي هو العلب هتحتاجي معلقه كبيره. خلاص يلا بقى بينا نخش في وصفتنا ونجيب النهارده الوصفه بتاعتنا. هنشتغل في الخلاط. البيض بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه؟ ناخده على جنب ونجيب طبق تاني. هنعمل ايه هنا؟ هنعمل كده. احنا الحركه دي بنعملها ليه؟ علشان نتاكد من ان البيض كويس زي ما انتم شايفين كده. طيب هنزل عليه بايه؟ هنزل عليه بالفانيليا بتاعتي، وهنزل بالكوبايه الا ربع سكر. هنا بقى انا ضربته في الخلاط. اول ما نوصل للون الابيض ده وهنا الفوم معايا يغير اللون ده، هبدا انزل عليه بالنص كوبايه زيت، وهنزل بالكوبايه وربع عصير برتقال، وهننزل بمعلقه الخل. كده انا حطيت كل السوائل بتاعتي. هنزل بالربع معلقه بتاعت البيكنج صودا، وهنضرب كل الخليط ده مع بعضه تاني ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هنبدا نجيب معانا الطبق اللي احنا هنبدا نعجن فيه ونحط فيه الحاجات بتاعتنا. هنزل بكوبايتين ونص دقيق، وهنزل عليهم بذره الملح، وهنزل بورقه البيكنج باودر او معلقه البيكنج باودر الكبيره لو انت حاطه معلقه كبيره. نبدا نشيل حاجاتنا كده ونقلب كل الحاجات المواد الجافه. هننزل بالخليط بتاعنا. هنبدا ننزل بالخليط ونقلب في اتجاه واحد زي ما انت شايفه كده. انا بحاول ادخل الدقيق في الخليط. هنا بقى ننزل ببقيه الخليط كده. خلاص هنا بقى معايا ربع كوبايه او ربع مج، بس انا عندي الكوبايه المعياريه من الميه المغليه. هنا كده بقى انا دهنت الصينيه بتاعتي وبطنتها. هنبدا ننزل بالكيكه الجميله بتاعتنا. وكده بقى طبعا بعد ما خلصت صبيتها اروح نفضاها كده عشان لو فيه هوا مرتين 3 بس مش اكتر. زي ما انتوا شفتوا كان فيه فقاعات ونزلت. فخلاص هبدا بقى اخدها وانزلها في الفرن. احطها في الفرن على درجه حراره 160 لمده تلت ساعه بالظبط. طبعا بتختلف من درجه حراره الفرن للفرن. طبعا بترجع للفرن بتاعك، فعلى حسب فرنك عالي او هو واطي. 160 بيبقى فوق فرن 160 وبيبقى سخن زياده عن الطبيعي. خلاص انت برضو عينك معاها. هندخلها بقى الفرن، نحطها ونسويها ونطلعها ونشوف هنقدمها ازاي. وكده الصينيه بتاعتي بقى يا حبايبي خلصت خلاص. خدت معايا نص ساعه الا 5. حبيتها كده علشان هسيبها يعني بتقعد عندي يومين 3 فتبقى ايه كويسه. طبعا هنا انا هبدا اعمل حاجه كده اختياريه في الكيكه بتاعتي، بترجع ليكي انتي. انا بشككها كده يعني او بدوس كده بالسكينه فيها. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هي طبعا لسه سخنه، فانا كنتش حابه ان انا اعملها كده بس عشان التصوير فقلت ايه اقدم لكم. معايا عسل ابيض زي ما انتوا شايفين كده. معايا عسل ابيض. هبدا ارش على وشها معلقتين بس من العسل. انا حاطه فيها سكر بس انا هرش عسل لان انا حابه ان انا ازوقها كده نصها للي بيحب نكهه الجوز الهند. هبدا بقى نجيب الجوز الهند بتاعنا. ومعايا اللي بيحب الجوز الهند انا هحط نص التورته كده للي بيحب ايه جوز الهند. مش هنحطها كلها تبقى جوز هند.
هنبدأ نقطعها. مش قادرة اقول لكم يعني هي واضحة، يعني من وانا بعملها هي اكيد واضحة قدامكم. شايفة الكيكة بتاعتي من قبل ما اطلعها عاملة ازاي؟ وكده الكيكة بتاعتي بعد ما خلصت، شايفة الكيكة بتاعتي هشة ازاي؟ شايفة ما شاء الله حاجة خرافية. شايفة مش قادرة اقولك والله عاملة ازاي، جميلة جدا، جميلة وخفيفة ولذيذة. وما تنسيش ان هي كده لسه سخنة، محتاجة تهدى كمان علشان تتاكل وتبقى حلوة جدا. يلا بقى قومي واعملي لكل حبايبك، وبألف هنا وشفا عليكم وعلى قلوبكم ولكل حبايبكم يا رب. يا رب تكون وصفة لذيذة وخفيفة وحلوة على قلوبكم، تعملوها بألف هنا وشفا مقدما اللي يطبق ورايا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منكم بدعوة حلوة من قلوبكم والبيضة. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.